يلا بينا النهارده نعمل مع بعض سندوتش فرايد تشيكن زنجر. طريقة بسيطة جدا جدا جدا، وهتطلعيه افضل من بره بكتير. كفايه النظافة وطعم، والصوص بتاعه يعني هعملك مكون من كل حاجة. بس في الاول ما تنسنيش في لايك واشتراك وكومنت جميل زي ما تاتا بيقول كده. وهنبتدي مع بعض. اول حاجه انا هبتدي بالتتبيله بتاعتي، تتبيله الفراخ. انا معايا هنا صدور من الفراخ متقطعه بانيه، انا مقطعاه صوص كده لان هو كان عندي كبير. تيتا ربنا يخليها ويديها الصحه بتربيه في البيت، وبتوصل الفرخه اوزان كبيره فبتجيبها لي، فطبعا باخد الصدر منها. فهنا انا مسكته قطعته، بيبقى شرايح بانيه بس مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. وبعد كده بغسلها كويس وبروح جايه متبلاها. معايا هنا زي ما انتم شايفين كده كوبايه الا ربع من الميه، عليها خلطه اللي انا بستخدمها دي خلطه الستريبس او كنتاكي، اللي هي الخلطه المفضله يعني بالنسبه لي. انا بعملها بتفضل عندي بالسنه. لو عايزين طريقتها انا قبل كده برضو قلتها لكم ونزلتها لكم في فيديوهات قديمه لو انتي متابعيني، ولو عايزينها تاني اكتبولي في الكومنتات وانا هقول لكم طريقتها بالتفصيل وهصورها لكم كمان فيديو. بس قولي لي في الكومنتات. لايك واشتراك. حط لايك واشتراك. هنا هنبتدي بقى على ما تتبل. لايك واشتراك. هنعمل الصوص بتاعها ونركنه شويه في. اشتراك. طب حبي استنى. هنعمل الصوص بتاعها ونركنه شويه على جنب عشان ياخد يدي مع بعضه كده. اول حاجه انا بجيب المخلل الخيار الصغنن اللي انتوا شايفين ده، بيبقى فيه مزازه شويه. وبقطعه زي ما انتم شايفين كده على بلانشة. وممكن تستخدمي الهاند بلند المكبة، بس انا ما بحبهاش عشان ما تنزلش المية بتاعته، انا عايزاه يبقى فيه قطع كده صغنونه. وهبتدي اجهز الصوص بتاعي. هجيب كاتشب ومايونيز مستردة باربيكيو صوص زي ما انتم شايفين كده. هحط الكميه اللي انا عايزاه، يعني هحط مثلا نص كوبايه من الكاتشب، عليها ربع كوبايه من المايونيز، معلقتين من المستردة، معلقتين من الباربيكيو صوص. وهحط التوابل اللي عندي برضو الاضافيه، بصل بودر وتوم بودر وبابريكا مدخنه. انا بخلطهم على بعض وببقى مجهزاهم عندي. واحط علبه زبادي والخيار بتاعي واقلب واشوف ان محتاج ملح بحط، مش محتاج ملح خلاص، لان المستردة بتبقى برضو والخيار بيبقى يعني ايه حادق شويه. زي ما انتم شايفين كده انا احتجت احط ملح فحطيت. هركنه على جنب وهبتدي بقى. كانت استنيت شويه طبعا. عندي الفراخ اتبلت زي ما انتم شايفين كده. ده خلطة البروست الحامي اللي هو الحار. انا بعملها على ايدي بالتفصيل، لو انتوا عايزينها انا ممكن انزلها لكم في فيديو، بس ياريت تكتبولي في كومنت. باخد منها شوية، بكون مجهزة دقيق كتير، يعني انا حاطة كيلو وشوية دقيق عليه خلطة من بتاعة البرجر، قصدي خلطة الستريبس. وبروح جاية حاطة برضو خلطة بكون مجهزاها برضو بتاعة الدقيق عشان يطلع مقرمش ويطلع طعمه حلو زي الجاهز بالظبط زي بتاع المحلات. صدقيني انت لو عايزة الخلطة هكتبها لك او هنزل لكم فيديو مفصل عنها. بجد هتدمنيها وهتعتمديها عندك. يعني بخزنها عندي اقل كميه، بخزنها عندي بتقعد عندي بالسنه، لان ما باخدش منها غير معلقه في درج التلاجة من تحت. وبعد كده بنزل بعد ما اصفي الفراخ بروح جايه حاطه القطع بتاعتي في قلب الدقيق، واروح جايه ايه مقلباها كده زي ما انتم شايفين، وفرقه بسيطه. اقلب زي من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده، وافرك فرقه بسيطه. اقلب من فوق لتحت كام مره كده، يعني 3-4 مرات على نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده بدات تشكل معايا. وبعد كده هنزلها في ميه يعني متلجه يكون فيها تلج، وهطلعها احطها في الدقيق تاني، هكررها في الدقيق تاني نفس الحركات زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تكون ميه متلجه، اهم حاجه، والدقيق يكون كتير. والخلطه دي اعتمادي، يعني بعتمدها على طول. برضو يعني هكتبها لكم في صندوق الوصف، هتنزلوا تحت تلاقوها. الخلطه بتاعه الدقيق والخلطه بتاعه البرجر، الستريبس، معلش انا اسفه، الستريبس او البروستي يعني عموما. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بنفضه كويس
بعد ما قلبته زي ما انتم شايفين التفاصيل بتاعته، هنبتدي ننزل في زيت غزير يكون سخن. يعني يا ريت يفضل يعني ما يكونش سخن للدرجه، يكون اقل من كده، يا دوبك تحطيه يعمل فوران بسيط مش فوران زي ما انتم شايفين كده. شايفين التفاصيل بتاعه القطعه جميله. هبتدي بقى اسيبه كده على نار متوسطه او اقل من متوسطه، حاجه بسيطه كده. بعد ما استوى بصوا، انا بحب اللون بتاعه يبقى ذهبي غامق شويه، بتبقى خطيره وبتفضل ناشفه معاكي. هكتب لكم برضو زي ما قلت لكم توابل في صندوق الوصف بتاعه دي وبتاعه البروست زي ما انتم شايفين كده. طبعا هخلص باقي الكميه وهنجهز مع بعض الساندوتش كده. انا الساندوتش بتاع ماك انا جبته، هبتدي احط قطعه سمنه او زبده زي ما تحبي، وهبتدي اسخنه على في طاسه لحد ما يتحمص معايا عشان الصوص ما يشربش العيش ما يشربش الصوص اللي احنا عاملينه كده. انا هبتدي احط الصوص على العيش وهفرده كويس، وابتدي بقى ايه ارص الطبقات بتاعه الساندوتش بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اجيب الخس بتاعي، خس كابوتشي بكون مجهزاه، وهبتدي احطه واحط فوقيه الطماطم تديها طعم حلو. طبعا لو حابه تحطي اي اضافات تانية مفيش مشكله، حابه تعملي طبقتين برضه مفيش مشكله. هو الطبقه اصلا لوحدها بالحجم ده بتشبع جدا جدا جدا، يعني طعمها لذيذ بالصوص اللي انا عاملاه ده، بيخلي السندوتش جبار. بامانه لو جربتيه هترجعي وتشكريني عليه كده. هبتدي بقى احط القطعه بتاعه الستريبس بتاعتي، وهبتدي احط شويه من الصوص ورومي مدخن. بيدي طعم حلو قوي للسندوتش. لو مش متوفر عندك مفيش مشكله، بس هو بيدي طعم حلو للسندوتش. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسينيش في لايك وكومنت وشير، واشوفك على خير في فيديو جديد.